يتواصل اعتصام عشرات اللاجئين الإثيوبيين في مصر أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر. المعتصمون يقولون إنهم تعرضوا لمضايقات لفظية واعتداءات من مصريين على خلفية أزمة سد النهضة الإثيوبي. بعض الأشخاص في مصر يضايقوننا ونتعرض للضرب في الأسواق، وعندما نذهب للمستشفى لا يعالجوننا لأننا أثيوبيون. حتى رحت اشتري للبيبي مويه من الدكان، قال لي انت مش من اثيوبيا؟ قلت له قال لي خلاص مش هبيع لك المويه. اغلب اللاجئين ينتمون الى قبيله اورومو اكبر قبائل اثيوبيا، ويقولون انهم هربوا من الاضطهاد في بلادهم ليواجهوا اضطهادا اخر في مصر. محمد عبد الله لاجئ إثيوبي يعيش آمنا في مصر منذ 2 سنين ويتحدث العربية بطلاقة، لكنه مستاء من زعم بعض وسائل الإعلام وقوف اللاجئين ضد مشروع السد. نحن اتجهنا إلى هيئة الأمم بطريقة سلمية، لا يعني نؤيد الحرب على هذا وعلى هذا، والجهتين أن يتفاوضوا على مشاريعهما. لماذا نحن الضحية في الوسط؟ محمد الدايري الممثل الإقليمي للمفوضية يرى أن الطرح السياسي والإعلامي للأزمة شحن المواطنين المصريين ضد الإثيوبيين. ونحن نعمل ونسعى مع الجهات المعنية ومع الرأي العام المصري ومنظمات المجتمع المدني. أعتقد أن المسؤولية مشتركة الآن لتحسيس الرأي العام المصري بضرورة بالعكس الاهتمام وتوجيه الدعم الكبير، خاصة في هذه المرحلة في العلاقات التي تمر بها مصر وأثيوبيا. هذه الأحداث تثير مخاوف من ترسيخ فكرة وجود موجة عدائية ضد الإثيوبيين في مصر، الأمر الذي قد يؤثر على أي مفاوضات مستقبلية حول حصة مصر في مياه النيل. علينا حتى لا نعقد الامر في الازمه ما بين مصر واثيوبيا، ان احنا نفصل ما بين هذا النزاع وبين وجود لاجئين يتلقوا الرعايه على الاراضي المصريه. ويبقى اعتصام اللاجئين الاثيوبيين في نطاق ضيق، الا انه يعد رساله اخرى نحو ضروره ايجاد حل سريع لازمه سد النهضه واحتواء القلق الشعبي المتزايد. دينا سالم، العربيه، القاهره.